الحمل تعبني قوي والله يا حماتي. معلش يا بنتي، اصل الحمل في اوله كده بيبقى صعب. شوفي يا بنتي مين اللي بيخبط، زمانها سلفتك العقربه. حاضر يا حماتي. اهلا 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 يا ست دلال، اتفضلي. جايه ليه يا اختي؟ في حاجه؟ ايه جرى ايه؟ هو في حد يقابل حد كده؟ جايه اقعد مع حماتي شويه، فيها حاجه دي؟ هو انت مفكره نفسك صاحبتي ولا حاجه وجايه بقى تضيفي وتقعدي معانا وتستمري؟ هو انت يا بنتي ناسيه ان انا اللي جوزتك اخو جوزي، وقعدت اقول له فيك اشعار عشان تتجوزيه وتيجي تقعدي معانا هنا في بيت العيله. الصحوبيه دي كانت زمان يا حبيبتي، انما دلوقتي خلاص بقى. عموما انا جايه اطمن على ماما. ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ انت مالك قاعده لازقه فيا كده ليه؟ ما تتاخري شويه عشان منى تقعد، اصلها حامل. ايه ده بجد؟ مبروك يا منى، مبروك يا حبيبتي، ربنا يفرحك بيه يا رب. ومن قلبك بقى المباركه اللي انت بتباركيها لسلفتك دي. امال ايه يا حماتي؟ طبعا من قلبي. امال ليه يعني حاسه انك متضايقه وبتخرجي الكلام كده من تحت ضرسك؟ ازاي يا حماتي؟ دي زي اختي وصاحبتي كمان. لا يا حبيبتي ما تقوليش زي اختك دي، انا ماليش اخوات. ايه مالك يا منى؟ مالك؟ بتعامليني كده ليه؟ انت من ساعه ما اتجوزتي وانت مش طايقاني خالص. انا بس عشان خاطرك يا ماما، انا مش هرد عليها وهعمل لها اعتبار. وانت بالك انت يا دلال، من ساعه ما اتجوزت ولا من ساعه ما اتجوزتش؟ انت عايزه منها حاجه يا اختي؟ ليه يا ماما بتعامليني وحش كده وبتفرقي في المعامله بيني وبين سلفتي ليه كده؟ هقولك بقى بصراحه ومن الاخر، انا لا ببلعك ولا بطيقك ولا بحبك، وانا اللي في قلبي بطلعه واقوله على لساني على طول، ما بتكسفش من حد ولا بخاف. طب وانا عملت لك حاجه عشان تعملي لي كل ده وتعامليني المعامله الوحشه دي؟ من غير ما تعملي حاجه يا اختي، لله في لله كده انا ما بطيقكيش. ده انا اللي مخلياني مستحملاكي بس عشان خاطر ابني، انما انا لله في لله كده ما بطيقكيش ولا بحبك ولا حتى بقبلك. وبعدين يا اختي، بدل ما انت واقفه لنا كده زي العمل الردي وعماله تقولي لنا كان وماني، ما تروحي تشوفي المقشه فين كده وقعدي كنسي حوالينا ونضفي حوالينا، ولا روحي اعملي لسلفتك حاجه تاكلها بدل ما هي هفتانه كده يا عيني وما يلاقي حاجه تقويها عشان خاطر حتى النونو اللي في بطنها. شايفه يا حماتي؟ هو ده منظر واحده قاعده في البيت؟ ايه اللي هي لابساه ده؟ لابسه ازاي ومتشيكه؟ صحيح يا اختي، هو انت لابسه كده ليه؟ انا لابسه اصل انا هروح لماما، هروح لها النهارده. مامة ايه يا اختي اللي انت رايحه لها النهارده؟ هي شغلانه كل شويه رايحه لماما وكل شويه جايه من عند ماما؟ اترمي يا بنت اقعدي في البيت، يلا روحي انزلي على شقتك. وبعدين انت ناسيه ان سلفتك حامل وشايله في بطنها ولي العهد. بقول لك ايه، انا عايزاكي تنضفي الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي، عايزاكي تلحسيها كده بلسانك. ازاي يعني الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ وانا مالي ومال شقتها؟ زي ما انت سامعه كده الكلام اللي انا بقوله لك ده، سلفتك حامل ومش قادره تعمل حاجه. يلا يا اختي امسكي الشقه نضفيها تنظيف حلو، هات المقشه وبرومي الشقه كلها تنظيف. انا عايزه الشقه كده بتبرق تبقى زي الفل. ايه الكلام ده يا حماتي؟ وده يعني يرضي ربنا؟ ايوه يا اختي يرضيه ويرضيني انا كمان شخصيا. هو ده عدل ربنا يا حماتي؟ يعني هي مرات ابنك وانا مش مرات ابنك؟ بصي يا بنتي، دي منمونه حبيبه قلبي اللي شايله في بطنها ولي العهد اللي هيبقى سند لابوه، لكن انت عامله زي الارض البور، بقالك 4 ولا 5 سنين ما شفناش منك اي حاجه ولا حته عيل حتى. يعني كان بايدي يعني يا حماتي وانا قلت لا؟ بقولك يا اختي، بلا بايدك بلا برجلك، ما تقرفناش في عيشتنا يا شيخه. يلا يا بنتي زي ما قلت لك، روحي هاتي المقشه ونضفي البيت ده وخليه زي الفل عشان سلفتك تعبانه. انا مش هنضف ومش هعمل اي حاجه، انا هنزل تحت شقتي، هروح عند جوزي وجوزي هو اللي هيجيب لي حقي منكم. خدي يا بنت انت يا نصيبه انت. شفت البت وعمايلها نزلت تجري جاري على جوزها عشان تشتكي له. والله يا حماتي انا عارفه انت ساكته على الموضوع ده كده ليه. شوف البت رزعت الباب ازاي، اياك تترزعي في قلبك يا شيخه. ايه ده يا حبيبي؟ انت ما رحتش شغلك ولا ايه؟ لا رحت وجيت، بس حصل ظروف يعني فقالوا لي روح، مش لازم تقعد النهارده. وانا بصراحه ما صدقت، قالوا لي روح، رحت جاي على طول. بس انت مالك كده؟ وشك متغير ومش مظبوط، حاسك زعلانه. لا يا حبيبي ولا اي حاجه، ما تشغلش دماغك، مفيش اي حاجه، انا كويسه خالص. لا والله فيكي حاجه، وانا يعني مش عارف شكلك وتايه عنك ولا ايه. تكون ماما مزعلاكي ولا حاجه، ولا الست هانم الجديده اللي جايه لنا جديد دي الفرحانه بنفسها. ربنا يهديها بقى وتكمل حملها على خير. شفتي بقى يا حبيبتي، طالما انت قلت كده يبقى هي فعلا مزعلاكي. قولي لي ايه اللي حصل. لا يا حبيبي ما حصلش اي حاجه ولا اي حاجه. قولي بس قولي وانا هجيب لك حقك منهم هما الاتنين، حكم انا عارفهم وعارف تصرفاتهم. لا يا حبيبي ما تكلمش حد ولا تعمل اي مشاكل، دي مهما راحت ولا جت دي برضه مامتك، ما ينفعش نقول لها اي حاجه، ومنى برضه مرات اخوك ما ينفعش نزعلها. ما مش هينفع تزعلي كده على طول وانا هفضل ساكت.
من يوم ما حملت وهي مفكره يعني انها هتجيب الدب من ديله، الوحيده اللي حملت على الكره الارضيه. ايه مفيش غيرها ولا ايه؟ مش مشكله يا سيدي، ربنا يكمل لها على خير وخلاص، ربنا يهديها. ايه ده، انتوا دخلتوا ازاي؟ ايه اللي دخلت ازاي؟ دخلت بالمفتاح يا اختي. ابني يا اختي حبيبي اعطيني مفتاح الشقه. ما تزعليش يا دودو، انا جيت مخصوص عشان اصالحك لو كنت زعلتي ولا حاجه. انت عارفه ان انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. منعت المفتاح لماما يعني تخليه معاها. تعالي تعالي يا حاجه اقعدي. قومي يا اختي، قومي يا اختي، هز طولك كده واتخري، ولا قومي من هنا خالص عشان سلفتك تقعد، دي شايله وبطنها محمله. ايه ده يا ماما اللي بتعمليه ده؟ يعني انت تقوميها من مكانها عشان سلفتها هي اللي تقعد؟ بعدين ده بيتها يعني. ايه يا ماما اللي انت بتعمليه ده؟ خلاص يا حبيبي ما حصلش حاجه، انا هجيب كرسي اقعد عليه، مش مشكله، ما حصلش اي مشكله يعني. مرات اخوك حامل يا حبيبي، لازم تقعد وتستريح. عقبال كده يا اخويا مراتك ما تجيب لك. ايه يعني حامل لنفسها يعني مش ليا. وبعدين يعني ما يصحش ان انت تقومي مراتي عشان تقعدي سلفتها. جرى ايه يا اخويا؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ مرات اخوك دي هي اللي هتجيب الولد اللي هيشيل اسم ابوه ويخلد اسمه يا اخويا طول السنين والعمر الطويل. ربنا يكمل لها على خير يا حماتي. وانت يعني يا ماما جايه دلوقتي ليه يعني؟ عشان تعايرينا ولا ايه؟ انا مش بعايرك ولا حاجه يا اخويا، انا بس بفكرك. خلاص يا حبيبي بقى مش موضوع يعني. وبعدين يا اخويا روح هات لنا حاجه ساقعه كده ولا اي حاجه نشربها نروق على نفسنا. حاضر يا ماما حاضر. انا هنزل يا حبيبتي اجيب حاجه ساقعه، ولو حد منهم قال لك حاجه ولا زعلك ردي عليه. لا يا واد ما تضربنا احسن. ايه يا اخويا في ايه؟ لا يا حماتي هو ما يقصدش حاجه. والله قصده يا اختي. وبعدين هو نازل يشتري حاجه ساقعه ليه؟ ما انت اهو، ده انا ما شفتش اسقع منك. كتر خيرك يا حماتي، كلك ذوق. اترمي هنا كده يا بنت اترمي. هو انتوا مش جايين تصالحوني؟ انت اتهبلت في عقلك ولا ايه؟ انا صالحك قال. نصالحك ايه يا اختي؟ اترمي يا بنت وترزع في الارض. وانت يا اختي عماله تقومي ابن عليا وتقولي لي المفتاح ومش المفتاح وتفتحي لي بقك قد كده اهو. مش قصدي والله، انا بس اتفاجئت ان انتوا دخلتوا علينا البيت مره واحده، ما كنتش اعرف ان انتوا معاكم مفتاح. ليه انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ المفتاح ده يا حبيبتي يفضل معايا على طول، ده البيت ده بيتي، افتح وادخل في الوقت اللي انا عايزاه والوقت اللي يعجبني. وانت هنا مش اكتر من خدامه تخدمي ابني وبس. بس دي شقتي يا حماتي. شقه مين يا ام شقه؟ هو انت ما تعرفيش ان العماره دي كلها مكتوبه باسمي؟ يعني انت وابني ضيوف عندي هنا في البيت، يعني اديكي بالجزمه انت وهو، ولا حد فيكم يقدر يقول لي بيم ولا تلت التلاته كام. كتر خيرك كتر خيرك يا حماتي. ولا اقول لك يا ماما ما تكتبيه باسم النونو. ولي العهد اللي هيجي هكتبه باسمه حبيبي. لكن انت يا اختي مالكيش اي حاجه هنا في البيت ولا حتى قشايه. ده انت حتى مش عارفه تجيبي لنا حته عيل، ده انت ارض بور. ده انت ما وراكيش غير الاكل والشرب وعماله تتخاني، ده احنا ولا اللي بنربي عجل. انا مش عارفه والله انا عملت فيكي ايه، انا عملت ايه في حياتي عشان تعملي معايا كده وتعامليني كده؟ انت يا بنت هتاخدي وتدي معايا في الكلام، انت نسيتي نفسك يا ماما ولا ايه؟ انا مش عايزه اسمع صوتك خالص طول ما انا قاعده هنا في البيت، فاهمه ولا لا؟ قومي يا بنت نجري، خشي هاتي لي كوبايه ميه اشربها بدل ما انت قاعده زي الداهيه السودا كده جاتك نيله. حاضر يا حماتي حاضر. والله ما انا فاهمه ابني عجبه فيها ايه المنيله على عينها دي. اتفضلي يا حماتي. هاتي يا اختي هاتي. ايه ده يا بنت؟ انت جايباها ساقعه؟ ايوه ساقعه زيك، والله لا اكبها لك على الارض عشان تمسحي الارض وتنضفيها، لا تجدهي تقرفك. ليه بس كده؟ ليه بتعملي كده ليه؟ انت هترد عليا يا بنت انت الكلمه بكلمتها؟ انت نسيتي نفسك يا ماما ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، خلي بالك معايا كده. وبعدين انا قلت الارض معفنه كده وتقرف الكلب شبه وشك، قلت يا اختي تنضفيها وتمسحيها. كتر خيرك يا حماتي كتر خيرك والله. طبعا يا اختي كتر خيري، كفايه ان انا قويه في البيت عندي واحده شبهك. طب انت عاوزه ايه بس دلوقتي يا حماتي؟ عاوزاكي تخفي من البيت ده خالص، مش عايزه اشوف وشك قدامي خالص نهائي. يعني انت كده هتبقي مرضيه ومبسوطه؟ يعني هبقى في غايه سعادتي لما ابص كده في البيت وما الاقيكيش قدامي ولا اشوفك خالص. يعني لما بيت ابنك يتخرب انت هتبقي مبسوطه ومرضيه يا حماتي؟ وانت يعني قاعده في البيت تعملي ايه؟ ما انت بقالك 4-5 سنين متجوزه اهو، عمالين نعلف في جاموسه، مش هين عليك تجيب لنا حته عيل عشان نفرح بيه. بس انا جوزي راضي ومبسوط بيا وبيحبني. بقولك يا بنت انت ما تغزنيش، قال بيحبك قال، هو ما يحبش حد غير امه، لكن انت زي الداهيه السوداء على دماغه. يا حماتي حبه ليكي حاجه وحبه ليا انا حاجه تانية خالص. لا يا ماما بيحبني في كل الحالات، امه مش امه. يلا يا بنت غوري من قدامي، مش عايزه اشوف وشك احسن بتنرفز ساعه ما بشوفك. حاضر حاضر يا حماتي. يا لهوي على البرود، انا مش عارفه ايه البرود ده بني ادمه بارده. دي مش بارده بس، دي عباره عن تلاجة. الو ايوه يا ماما. لا معلش يا حبيبتي ما خدتش بالي ان انت رنيتي على التليفون، اصل كنت ناسياه في المطبخ. انا كويسه يا حبيبتي بخير. لا والله يا حبيبتي ما تجيش، انا كنت هجيلك انا بس حماتي كانت عندي فما عرفتش اجيلك خالص.
لا يا ماما انا مش عايزه مشاكل، خليكي يا ماما وانا هبقى اجيلك انا والله. يا ست انا كويسه والله ما تخافيش عليا. يا باي انا مش عايزه مشاكل يا ناس، دلوقتي هتيجي تتخانق مع حماتي. انا جوزي طيب خالص وما يستاهلش مني كده والله. منك لله يا حماتي. تعالي يا ماما تعالي اتفضلي. في ايه يا بنتي؟ هو ايه اللي جرى؟ مفيش حاجه يا ماما انا كويسه وبخير. لا يا بنتي شكلك مخبيه عليا حاجه، لا تكون حماتك العقربه منكده عليك عيشتك. لا يا ماما والنبي وطي صوتك بس شويه. يا بنتي انت مستحمله حاجات كتير ومحدش يعرف عنك حاجه، سيبيها لي انا بقى الست دي. جرى ايه يا حاجه؟ احنا مش هنخلص يا اختي من الحوار ده بقى ولا ايه؟ في ايه يا اختي؟ هو حد كلمك ولا حاجه؟ يا اختي بدل ما تشطري كده علينا وتيجي تزعقي في بيتي ملكي، شوفي بنتك بتعمل ايه؟ بقى لها 4-5 سنين عايشه معانا، ما هنش عليها تجيب لنا حته عيل ولا تشطر. ان شاء الله حتى يكون عيل لعبه. لا بقول لك ايه، الزامي حدودك، ده في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفيهاش. لا يا ماما والنبي بالله عليكي ما انت قايله حاجه. لو كنت تعرفي بنتي شايله ايه ومستحمله ايه ما كنتيش عملتيها المعامله الوحشه دي. مستحمله؟ شله يا مستحمله، ده احنا اللي شايلينه ومستحملينه ومش قادرين نتكلم. ده ابني هو اللي مستحمل وشايل الهم جوه قلبه وساكت، ورايح جاي عمال يجيب لها ايش هدوم وشي حاجات ويفسحها ومش عارف ايه، ده ما بيدينيش حتى ربع اللي بيديهولها. خلصتي يا حاجه؟ خلصتي كل اللي عندك؟ مش هسكت ولا هرتاح الا لما بنتك تسيب ابني خالص وتغور في 60 داهيه. عموما يا حاجه انت ليكي بنت ومسافره في الغربه والدنيا دواره، ودين تدان، واللي بتعمليه في بنتي اقسم بالله هيقعد لك وهيقعد لبنتك وهيترد لها. واللي انت بقى يا حاجه ما تعرفوهوش عن ابنك. لا يا ماما لا يا ماما بالله عليكي والله العظيم ما انت قايله حاجه. يا بنتي ما عدتش قادره اسكت اكتر من كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس انك جيت عشان تشوف الهنا اللي امك موريها لبنتي. في ايه بس يا ماما تاني؟ في ايه؟ عيب يا حاجه كده، عيب اللي انت بتعمليه في بنتي دي كتير. يا اختي اتنيلوا على عينيكوا، قولوا لبنتك بس تشطر وتجيب لنا حته عيل كده. يا ماما حرام عليكي. شوف يا اخويا حماتك الاول واللي جايه تعمله في بيتنا. شوف يا اخويا قبل ما تتكلم. يا ماما اللي انت ما تعرفوهوش ان المشكله مش عند مراتي، المشكله عندي انا، وانا اللي ما بخلفش، وهي صابره ومستحمله السنين دي كلها وما بتتكلمش، وانت عماله تذلي فيها وتعايريها وعماله تعامليها اسوأ معامله وهي مش راضيه تتكلم وصابره عشان خاطري. انا عارفه ان انت بتحبها وبتموت فيه، لكن لدرجه ان تجيب ان المشكله عندك مش منها، لا ده كده كتير قوي. خلاص خد التحاليل والاشعاعات بتاعتي وروح لاي دكتور وهو هيقولك على الحقيقه. اهدى يا ابني، يعني العيب عندك انت وانت اللي ما بتخلفش. شفتي ربنا عمل فيكي ايه؟ شفتي بنتي اللي مستحمله اهانه 4-5 سنين منك ما هيش راضيه تتكلم عشان خاطر جوزها وعشان خاطر انها بتحبه وباقي عليه وما هياش عايزه تسيبه. تعالي يا بنتي معايا، تعالي عيشي معايا في بيتي. انا قلت لك من الاول كده، قلت لك تعالي عيشي معايا في بيتي وانت اللي ما رضيتيش وقلت لي ان ما اقدرش اسيبه ولا استغنى عنه. تعالي اقعدي معايا في بيتي معززه مكرمه ولا حد يقدر يهينك ولا يذلك. لا يا بنتي ما تسيبهوش، ده بيحبك يا بنتي وما يقدرش يا بنتي يعيش من غيرك. انا اسفه يا بنتي على كل اللي عملته فيكي، ما كنتش اعرف يا بنتي ان المشكله عند ابني. سامحيني يا بنتي الحق علياني.